عرضوا هذا الموضوع. ما ينفعش ان انت تخش بيت ربنا من الشباك. وفي رد فعل رسمي وفي خطبة جمعة شديدة اللهجة، استنكر مفتي الجمهورية دعوة السلفيين إلى هدم الأضرحة والتي طالت ضريح الحسين. ما هذا الهراء؟ صرح بعضهم أنه يريد أن يهدم ضريح سيدنا ومولانا الحسين. قطع الله يديك ورجليك أيها المسكين الأغر المغرور، أيها المسكين. هل سيدنا الحسين وثن؟ ناقشنا بعضهم قال نعم وثن. وعلى صعيد آخر، شهد مسجد عمرو بن العاص ندوة سلفية مساء أمس للرد على ما تعرضوا له من هجوم إعلامي شرس كما وصفوه، مؤكدين أن السلفية ما هي إلا التمسك بالنهج السلفي الصالح. كل وسائل الإعلام وأنتم تشاهدون وتسمعون الهجوم الشرس على من قطع الأذن وعلى تحريق منزل سيدة، تهديم مقابر ونحو ذلك من الأشياء، ويتهمون السلفيين أول ما يتهمون. تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التيار السلفي في الشارع المصري، والذي ظهر واضحا بعد ثورة 25 من يناير. سارة حسن، 10 مساء. مرة أخرى صدر قانون الأسبوع الماضي بتشكيل الأحزاب، والشيء القاطع اللي احنا فهمناه مع أي اختلافات أو اتفاقات إنه الممارسة السياسية لن تسمح على أساس ديني، هكذا فهمنا من القانون اللي أعلن. أما الإعلان الدستوري برضو بأي اتفاقات أو اختلافات عليه فأكد على مجموعة من البديهيات كلها تؤمن بأن الإسلام دين الدولة، ولكن العنف والتطرف أو الحديث السياسي باسم الدين أمر مرفوض، وتحديدا فكرة استخدام العنف بدون أي وسيلة أو جهة شرعية هي التي تفرضه. على صعيد آخر، النهاردة كان في جلسة لمحاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العدلي، والحقيقة أن المشهد في جزء منه تكرر زي الجلسة الأولى، وهي تكاثف وازدحام العساكر الموجودين قدام قفص المتهم وهو وزير الداخلية السابق، مما دعا القاضي أنه أولا أثار استياء واستفزاز كل الحضور. قالوا يا جماعة احنا مش متأكدين حتى أن اللي جوه القفص هو حبيب العدلي، يعني على الأقل يتاح للحضور في القاعة أنهم يشوفوه. رئيس الجلسة أمر بأنه يتم الإفساح قليلا على الأقل أنه هو يتأكد أنه اللي بيرد عليه هو حبيب العدلي. لم تختلف ثاني جلسات محاكمة حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق في قضية غسيل الأموال عن سابقتها، فأجواء التوتر ما زالت تحيط بإجراءات محاكمته، حيث حضر العدلي وسط حراسة أمنية مشددة إلى مقر المحكمة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في ظل وجود عشرات المواطنين المطالبين بتحقيق أقصى عقوبة عليه. الشعب يريد إعدام السفاح، الشعب يريد إعدام السفاح. بطالب بالإعدام وبطالب بسرعة الأحكام. وفي أثناء الجلسة طالب فريد الديب دفاع المتهم بضم تحريات مكافحة غسيل الأموال حول الاتهامات المنسوبة إلى موكله، موضحا أن هذه التحريات لم ترد منذ طلبها في 9 فبراير الماضي حتى الآن. وعقبت النيابة بأنه وفقا للمادة 5 بعد 100 من قانون غسيل الأموال، فإن وحدة غسيل الأموال هي التي تتولى أعمال الفحص والتحري بذاتها، وفي حالة عدم وجود أهمية لذلك فإنها تخطر النيابة فقط دون شرط إرسال التحريات. وقد أمرت هيئة المحكمة رجال الشرطة بالابتعاد قليلا عن قفص الاتهام بناء على طلب الحاضرين في القاعة. طالب المدعون بالحق المدني بتعويض قدره 100 مليون جنيه للشعب. بعد ما أضفنا مواد الرشوة لحبيب العدلي وفريد الديب أضاف مادة التحري اللي هو طلب فيها التحري، وقامت النيابة وقالت أنا جاهزة للمرافعة، فوجئنا بأن المحكمة بتطلب التنحي والخلوة للمداولة، ثم جاءنا القرار مفاجئا
بالأجل الباكر، وكان ذليلا منكس الرأس المرة الفائتة، ولكنه هذه المرة وجدت فيه شيء من الزهوة والابتسام وكأنه في نزهة خلوية. قرار تأجيل محاكمة العدل إلى الغد أثار غضب عدد من المواطنين الذين طالبوا بسرعة محاكمته. عايزين نحس إن القضاء موجود، تأجيل 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 ومش شايفين حاجة. سرعة تنفيذ الأحكام الوقت ده كده ما ينفعش. بتأجيل محاكمة العدل إلى جلسة الغد يترقب الرأي العام للاستماع إلى مرافعة النيابة والاتهامات التي ستوجه إليه. سلمى رستم، 10 مساء. واخيرا قبل ما ناخد فاصل، مجلس الوزراء اصدر قرار بتغيير 3 من قيادات التلفزيون. اولا القرار نص على تعيين السيدة نهال كمال رئيس لقطاع التلفزيون. نهال كمال مذيعة شهيرة بدأت مشوارها الإعلامي منذ سنوات طويلة كمذيعة في التلفزيون المصري، معروفة بحسن الخلق وطيبها، ومعروف أيضا أنها زوجة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي. أصبحت رئيسة التلفزيون بدلا من السيدة نادية حليم اللي أخذت وظيفة مستشار هي وكل من تغيروا من مناصبهم.